مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ومشكله جديده من برنامج من الحياه. الاكل نعمه من نعم ربنا علينا عشان تبقينا على قيد الحياه. اذا احنا بناكل عشان نعيش وليس بنعيش عشان ناكل، والفرق بينهم كبير. اذا الاكل بنوعيه وكم معين هيكون بشكل صح، الاكل هيكون هنا صديقي ويساعدني ان انا اعيش حياتي بشكل صح، لكن غير كده ممكن يتحول الاكل عدو وعدو شرس كمان. تعالوا نعرف النهارده اكتر على ازاي اخلي الاكل صديق ليا ويساعدني على حياتي. هو ده موضوع حلقتنا النهارده. لكن في البدايه حابه ارحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور بشوي ينين، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه. برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. سلامك. اهلا بحضرتك. طبعا موضوعنا مهم جدا، وخصوصا الاكل ده يعني يعتبر هو متعه من متع الحياه، وناس كتيره جدا بتزود فيه لدرجه ان هي بتاثر على صحتها وعلى ازاي انها تمشي في حياتها بشكل صحي. خلينا الاول نشوف مشكلتنا اللي بيجسدها الموقف الدرامي، بعدها نرجع نتناقش مع حضرتك. نشوف مع بعض. ميرسي يا نرمين. حبيبتي هنية، نورتيني. الله يهنيكي يا حبيبتي، ده نورك. عاملة ايه؟ الحمد لله. ثانية واحدة بس. اوكي. برضه مشغول. هو في ايه يا بنتي؟ مين ده اللي كل شويه تتصلي بيه وتقولي مشغول؟ بتاع الدليفري يا ستي. ديليفري. كل ما اكلمه الاقيه مشغول. هما بتوع الدليفري دول كده، الناس كلها بتكلم طول النهار، اوردرات وطلبات، مفيش مرة اكلمه ويرد عليا. ديليفري تاني يا نرمين؟ هو انت ما بتحرميش؟ اعمل ايه بس يا ميرنا؟ انا والعيال نفسنا ناكل بيتي، قلنا بقى نطلبها من بره، بس حتة مطعم سوري تحفة، لازم تجربيه. لا لا لا، اجرب ايه؟ انت عارفه رايي في الموضوع ده كويس. ولا اكل مطاعم ولا محلات، انا ما بحبوش. ماله اكل المحلات؟ مؤذي جدا، اكل غير صحي بالمره. ده كله يا بنتي زيوت مهدرجه ودهون ضاره، ده غير النظافه اللي مش مضمونه. لا بس طعمه حلو قوي. يا سلام. طب وصحتك انت والولاد؟ خلاص بقى يا ميرنا، احنا خدنا على كده. ما هو دي المشكله، انكم اتعودتوا على كده، مع ان انت والولاد تعبتوا كذا مره، بس برضه مفيش فايده، مصممين تاذوا نفسكم. يا بنتي ما تحبكهاش قوي كده، الموضوع عادي خالص. احنا عيله اكيله، نحب اكل المحلات ونحب الاكل عموما، الاكل ده نعمه. ماشي، بس ما تحاوليهاش انت بقى النقمه وتبوظي صحتك وجسمك. يا ستي سيبيها على ربنا، احنا نعيش كام مره؟ وفي ايه يعني يا ميرنا؟ استني بس ما اشوف الراجل ده هيرد عليا ولا مش هيرد. مفيش فايده. مشاهدينا، ورجعنا لكم مره تانية بعد الموقف الدرامي. دكتور بشوي، طبعا زي ما شفنا موقفنا الدرامي ان ساعات الاكل بيتحول ان احنا بيبقى بزياده، بيحاول لنا نبقى بدل ما نعيش بصحه كويسه بيعمل لنا مشاكل صحيه كتيره جدا. الاكل طبعا نعمه وفي متعه كتير قوي يعني، لكن النعمه دي ممكن لو احنا ما استخدمناش صح، زي اي نعمه ربنا بيديها لنا ممكن تتحول لنقمه اذا اسيء طبعا استخدامها. عايزين النهارده نقول ازاي ان انا اكون كل انسان بيعرف ان هو يحدد الكميه الاكل اللي بيحتاجها جسمه، من غير بقى من حته ان هو بياكل اوفر او زياده عن احتياجاته. الاكل طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي احنا ما نقدرش نعيش من غيرها. هي بس الفكره كلها دايما ان احنا بيختلط علينا اني انا على حسب صحتي اكل، او انا بدخن فلازم اكل كتير، او محتاج اخس فلازم اقلل اكلي. اللي الاغلبيه او المشاكل الكبرى بتكون تقريبا في نوعيات الاكل. نوعيات الاكل هي اللي بتحكمني شويه قبل نوع الاكل اللي انا باكله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا باكل نوعيات اكل غلط، هي اللي بتؤدي الى اني اوصل ان انا ابقى تعبان او يبقى في مشاكل صحيه، زي لو هدي مثلا زي الضغط او السكر. مريض السكر بيبقى اغلبيه اكله، او وصل انه يبقى مريض سكر ليه؟ لان اغلبيه اكله بتحتوي على النشويات او السكريات، ده غير طبعا العوامل الوراثيه اللي ممكن تكون بتعرضه يبقى مريض سكر. فنوعيه الاكل دايما احنا بنتكلم فيها مع العملاء بتوعنا
او مع المرضى اللي احنا نحاول نتحكم فيها. طبعا وبلا شك نوعيه الاكل بتفرق، وكمان كميه الاكل. طبعا. لما بكون كمان انا باكل كميه اكل كبيره من نوع غلط، دي بتبقى الكارثه مضاعفه. هل ده معناه ان انا ما اكلش الاكله دي، او ما اكلش حلويات، او ما اكلش سكريات بالنسبه لمريض السكر؟ لا، لازم اكون حريص في الاكل ده، حريص في الكميه اللي انا باكلها، حريص في وقت او توقيت الاكل نفسه، بيفرق معانا خالص. المهم ان احنا يكون عندنا فكره ان الاكل دوت المفروض يتحول لصديق مش عدو، ان هو بيهاجمني بعد شويه ويخليني ان انا ابدا ان انا يبقى عندي زيارات مع الدكاتره او اعالج امراض بسبب الاكل. ودي الفكره اللي احنا عايزين نطرحها النهارده، ان كل حد فينا الاكل ده دي حاجه جميله، بس مش لازم ان انا اعملها بحيث ان هي تضرني. بالظبط، وده اللي انا بقصده. ان حتى دايما لما نيجي نتكلم مع اي حد احنا بنقول احنا عايزين نغير اسلوب حياتنا، مش مجرد ان انا باكل او ما اكلش، لان زي ما في ناس بتاكل كتير في ناس ما بتاكلش، او في ناس اكلها قليل، وده برضو غلط. بيأثر. فاحنا دايما بنقول لكل واحد غير اسلوب حياتك بشكل صحي، من اكل ومن رياضه. برضو دي من الحاجات المهمه اللي احنا بنحطها في الاعتبار. تظبيط الاكل بالنسبه لنا هو مش ان انا بحدد لنفسي كميه، هي الفكره كلها في ايه؟ احنا بنحط اساسيات لكل واحد. يعني الاساسيات هي ان انا لازم افطر، لازم اتغدى، لازم اتعشى. في بعض الاحيان في انظمه بيقول لك لا، خلينا كل ما نقلل عدد الوجبات كل ما يكون افضل. احنا بنعمل كده مع حد بياكل اكل بكميه كبيره، ولكن في الطبيعي لو هتكلم مع انسان طبيعي مش عايز يزيد في الوزن او مش عايز يقل في الوزن، الطبيعي بتاعنا احنا بناخد 5 وجبات صغيرين يوميا. وهي دي النقطه اللي احنا بنحاول نشتغل عليها كتغيير لاسلوب حياتي، طالما الطريقه لا تتعارض مع المرض اللي انا بشتكي منه بصفه عامه. اوكي. فتقسيمي للاكل كبورشنز صغيره او كوجبات صغيره على مدار اليوم، ده بيفيد كتير، بيفيد صحيا، وبيفيد من ناحيه ان حتى لو انا باكل الاكله دي فيها نوع اكل دسم او نوع اكل غلط شويه، بتكون الكميه قليله، بس بخلي بالي انه ما يتكررش بصفه دايما. اوكي، خلينا بقى نناقش النهارده بعض الافكار كده، يعني اللي متعارف عليها بس احنا مش عارفين مدى صحتها صح ولا غلط. ساعات مثلا نفاجئ ان مثلا حد بيقول لك انا عندي ميل شديد ان انا اكل سكريات، انا نفسي قوي في حاجه حلوه دلوقتي، او حد تاني يقول لك لا نفسي في حاجه مالحه. وبعد كده في مقالات بقى تيجي تقول لك مثلا لا ده هو الجسم بيبقى محتاج ده، فعشان كده بيجي له الاحساس ده. هي الفكره دي صح ولا غلط؟ طيب، هي النقطه دي بتنقسم لحاجتين. بتنقسم حد بتبقى دي حاله مرضيه، يعني ميولي ان انا عايزه اكل حاجه حلوه بصفه دايمه، ده دايما احنا بنشك انه ممكن يكون حاجه اسمها مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين دي بيتعمل لها تحليل، بيتبين لو في نسبه مقاومه انسولين بتتعالج، فالنسبه دي او الميول للحاجه الحلوه ده بيتحسن. الجزء الثاني وهو شراهه الاكل. يعني انا في حد بيحب ياكل حلويات بصفه مستمره، فلما انا باكل حلويات في سايكل كده بتدخل جوه الجسم، لما باكل حلويات السكر اللي في الدم بيعلى، جسمي طبيعي انا مش مريض سكر عايز يعادل نسبه السكر يعني اللي دخلت في الجسم، فبيفرز انسولين، نسبه السكر تنزل، بعد ما بتنزل عن معدلها الطبيعي بشويه بحس ان انا عايز اكل حاجه حلوه تاني، فدايره بدخل فيها مش بعرف اطلع منها. فدي برضو من النقط اللي بتحسسني ان انا عايز اكل حاجه حلوه. حاجة تالتة، لما مش باخد احتياج جسمي من النشويات بحس بالإحساس ده. يعني ايه؟ أنا دلوقتي المفروض لما بقسم النظام بتاعي بقسمه حصص، جزء نشويات، جزء بروتين، جزء دهون صحية. جزء النشويات بتاعي اغلب الناس اللي عايزه تخس تيجي تقول لك امنع نشويات خالص، ودي من اكبر المشاكل اللي بنقابلها لما يجي حد يقول انا عايز اكل حاجه حلوه. طبيعي، لان النشويات هي اللي بتتحول لسكر في الدم، بس احنا بنحط النشويات المعقده، يعني النشويات اللي ما تضرش الجسم، تقعد تديني سكر فتره طويله، زي القمح، زي الشوفان، زي الرز البسمتي مثلا، زي الخضار والفاكهه. يعني دي بعض الامثله للنشويات الصحيه اللي احنا بناخدها. اوكي، فاذا لما انا باجي اقول الاحساس دوت بيبقى هو فعلا بيبقى احساس من جوايا، لاني انا اوريدي قبلها صح. كنت واخد سكريات اكتر، فهي بتسمع معايا، بتخليني بدخل في الدايره اللي حضرتك قلت عليها فعلا. لكن ما فيش حاجه علميه بتقول كده، الجسم محتاج كل حاجه ليها تفسير علمي، ليها تفسير علمي. يعني هم ال3 تفسيرات دول اكتر 3 تفسيرات لحد محتاج حاجه حلوه. طبعا احتياج الاملاح ده لا، يعني ما فيش حاجه اسمها جسمي محتاج اكل حاجه حادقه، دي احنا بنحدق ونحلي كده مع نفسنا عشان كل شويه مثلا عايزه اكل شوكولاته مثلا كتير برضو. لا، ده حب للشوكولاته، ده ملوش علاقه باي حاجه. طيب عايزين نتكلم برضو على فكره النهارده في سلوكيات وعادات قاتله جدا 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 والناس مش مدركه، وممكن تكون لا هي ممكن كمان تكون عارفاها بس هي مش قادره تستغنى عنها.
فايه الحاجات اللي قاتله اللي المفروض اي انسان عايز يحافظ على صحته ويخلي الاكل ده يعني بالنسبه له صديق كده، يعني بيساعده على الحياه، مش عدو، يبعد عن ايه؟ اكتر حاجه بتقابلنا عدوه للانسان في الاكل هي الفاست فود. الفاست فود من اكتر الحاجات اللي بتؤدي الى مشاكل وامراض كتيره جدا، لان الاكل اولا نظافته مش مضمونه، ثانيا مكوناته دي بعباره عن يا اما نشويات بسيطه زي العيش الابيض ودي الابيض بنسبه كبيره، او دهون حاجات مقليه طبعا. فالفاست فود ده من المشاكل الكبيره اللي احنا بنقابلها. لو انا هتكلم على اكل البيت، العادات اللي احنا بنعملها غلط في البيت، رقم واحد الحاجات المقليه. من اكتر الحاجات اللي بتزود لي نسبة الدهون الضار اللي في الجسم، وده بيؤدي الى زيادة وزن وفي نفس الوقت بيؤدي الى مشاكل صحية، ضيق في الشرايين ونسبة الدهون اللي في الدم بتعلى وحاجات كتير طبعا اللي ليها علاقة بالموضوع ده. تاني حاجة اللي هي السكريات. السكريات والحلويات زي ما احنا لسه كنا بنتكلم، انا بحب اكل شوكولاته، بحب اكل سكر كتير يعني مثلا في المشروبات. السكريات دي بتؤدي الى مشكله في الجسم زي ما احنا لسه كنا بنتكلم في موضوع السكر بيعلى وانسولين وبحتاج اكل حاجه حلوه تاني. فدي من الحاجات برضو من الحاجات المضره جدا. الملح في الاكل، الملح في الاكل بنسبه كبيره ده بيؤدي لرفع الضغط، ودي من الحاجات اللي احنا عايزين نخلي بالنا منها. اجي بقى الحاجات اللي في السوبر ماركت، الشيبسي والكاراتيه والبيبسي والحاجات دي كلها عادات خاطئه، عادات خاطئه. دايما بقول للناس ارجع لاصلك، شوف جدك كان بيعمل ايه، الاكلات البيتي الجميله دي بالظبط. شوف جدك كان بيعمل ايه. على العيش كان يتعمل من القمح، غير لما بيروح المطحن بقى يطحن يبقى عيش فينو، لا بيتعمل من القمح، بيطحن طحنه خفيفه ويتعمل العيش في البيت. الجبن القريش والجبن الطبيعيه، السمنه البلدي، السمنه البلدي على فكره مهمه ومفيده جدا جدا، بس ما اقليش فيها يعني ما حمرش فيها، بنتكلم كحاجات خفيفه. فارجع للاصل، ارجع لاصل اجدادنا، شوف بيعملوا ايه. ليه جدي كان يعيش لغايه 80 و90 سنه وينزل يزرع وينزل يعمل اكل صحي، اكل صحي. فانا لما ببتدي اعود نفسي ابطل الاكل اللي دخل علينا ده هيساعدني كتير ان صحتي تبقى كويسه. نقطه حضرتك ذكرتها برضو كنت ناويه فعلا ان انا اسرد لها يعني كلام مهم، هي فكره ان في عادات كتيره او معتقدات اتسربت من خلال الميديا وهي خاطئه. فكره ان السمنه البلدي هي اللي غلط، وتصدر لنا ان فكره السمن النباتي والحاجات المهدرجه عادي جدا مفيش اي حاجه. فعايزين نقول بقى النهارده تصليح العادات دي بالعكس، او المعتقدات بالعكس. دي. دايما من غير اي دكتور يرشدنا انا بدور على ان الحاجه دي طبيعيه ولا لا. السمنه البلدي ده مصدر طبيعي جاي من عند الفلاح على طول، جاي من اللبن على طول، فده مصدر طبيعي ودي دهون صحيه، بس برضو استخدامها بحكمه. يعني مش همسك السمنه واكل منها بالمعلقه، لا، فيعني استخدام صحي. لكن انا بخير دايما ما بين السمنه البلدي والسمنه النباتي. السمنه اللي بتتباع بصفه عامه في علب دي سمنه دهن نباتي او مهدرج، فالحاجات دي من زيت نخيل يعني او غيره، فالحاجات دي صحيا ضار جدا جدا جدا. بتعمل ايه الحاجات دي؟ تصلبات شرايين هي سبب تصلب طبعا الشرايين طبعا، ومشاكل القلب ورفع نسبة الدهون الضار في الدم والسمنة تخنة، كل دي مشاكل كتيرة. فاحنا دايما بندور على السمنة البلدي او الزبدة البلدي، هم اللي احنا بنستخدمهم دايما في الاكل. ومفهومش اي مشكلة لو حد بيحافظ على اساس صحته او بيعمل رجيم او دايت، الحاجات دي مش اي مشكلة، احنا بنديها دايما في الدايت بس بكميات قليلة، يعني بنستخدمها بكميات قليلة. دايما حتى لو السمنه البلدي احنا مش بنفضل ان هو يتقدح على النار، يعني بتحط على النار كتير، او لو استخدمه بالظبط لا استخدم بكميه قليله مش مشكله في طعم عشان طعم الاكل بدل ما استخدم السمن الثاني. طبعا الزيوت الصحيه زي زيت الزيتون مثلا دي من الحاجات الصحيه جدا. زيت الذره وزيت عباد الشمس عشان زيوت نباتيه فما بفضلش الاكثار منهم، وطبعا برضه في القلي مشكله. دايما بنقول للناس اشووا، يعني اعملوا حاجه مشويه. هو القلي فعلا بايه؟ ودلوقتي يعني هو احنا بينا مجبرين على فكره مفيش قلي دلوقتي بسبب ان احنا الاسعار الزيوت بقت غاليه جدا. صح الحمد لله وكويس، دي حاجه تساعدنا. دي حاجه تساعدنا. هو فعلا دلوقتي ناس كتيره بتتجه دلوقتي انها تعمل مثلا كل الاكل مشوي، يعني حتى البطاطس دلوقتي ممكن تتشوي في الفرن. صح، كل الحاجات ودي اعتقد صحيه جدا. دورنا في التغذيه ان احنا بنوعي الناس بالحاجات دي. فدايما بنقول للناس طب هاكل ايه؟ هاكل فول، طبعا عندي قولون. طب هعيش على البطاطس؟ لا، نوع. في حاجه اسمها اير فراير، دي قلايه بدون زيت، اللي مش بيقدر يجيبها ممكن يحط الحاجه في الفرن. عملت طعميه فيها، عملت بتنجان، عملت بطاطس، عملت اي نوع اكل اقدر انوع فيه بشكل انه ما اقليش. مش عايز استسهل واقلي، بالعكس القلي لازم نعرف ان هو ضار جدا جدا، فتجنب قلي على قد ما نقدر.
اوكي، يبقى احنا دلوقتي اتطرقنا لاكتر من حاجه هي غلط جدا على صحتنا. الاكل اللي بره اللي قلنا اللي هو دايما بيبقى فيه حاجات احنا ما نعرفهاش، صح. وطبعا ده بيزود السمنه ويزود كمان الكوليسترول. قلنا الزيوت اللي يعني اشاعوا ان هي اكثر صحه، برضو هنخلي بالنا من الاتجاه للطبيعي. ايه تاني برضو افكار مغلوطه اتسربت لنا وبتاذينا في صحتنا واحنا مش واخدين بالنا؟ من اكتر الافكار الغلط مش بس في الاكل اللي انا عايز اتطرق ليه برضو قله الحركه. يعني من اكتر الافكار الغلط، انا تعبانه ما اتحركش، انا تعبانه ما اتمشاش، انا تعبانه ما العبش رياضه. دي من اكتر الافكار المغلوطه اللي بتواجهنا كصحيا، بما ان احنا بنتكلم مجمل ان عايز حاجه صحيه. دايما بنقول للناس اتمشى كل يوم نص ساعه. نص ساعه مشي كل يوم هيساعدنا كتير جدا في تحسننا صحيا. مريض الضغط ومريض السكر هيتظبط، اللي عنده نسبة دهون هتبتدي تتحسن، مريض العظم نفسه اللي بيشتكي من ركبته اللي بيشتكي من ظهره لما هيبتدي يتمشى عضلاته هتتحسن وهيخف كتير. الكومنت ده بسمعه من ناس كتيرة، اول ما حد بيجي يقول لي سنه كبير، مثلا واحدة ست بتعمل دايت وسنها كبير بتقول لي لا طب انا مش هقدر اتمشى. لا خلينا نبتدي نتمشى بالتدريج، حتى لو واحدة واحدة، يعني 10 دقائق في اليوم، ربع ساعة، ونزود بالتدريج لغاية لما نوصل نص ساعة. الكومنت المهم اللي بسمعه دايما من الست دي بعد شهر او بعد شهرين، انا خفيت، رجلي اتحسنت، ظهري اتحسن. ليه حصل كده؟ لان انا لما ابتديت اتحرك ابتدى صحتي تبقى افضل. دي من الشائعات بقى بتاعت النظام الصحي، ان انا لما اجي اقول لا طب انا ما اتمشاش، طب انا مش عايز اخس، انا اعتمد على تقليل الاكل بس مثلا عشان اخس. الكلام ده مش لازم صح. حركة. مهم جدا مهم جدا موضوع الحركه ده، بيفرق معانا صحيا وبيفرق معانا حتى لما هاجي انزل وزني بيفرق جدا. اوكي، عايزين تقول لنا بقى النهارده اسرار الحرق الزياده، يعني وخصوصا كمان في كتير قوي مثلا يقولوا من بعد سن ال40 الحرق بيقل. عايزين تقول لنا اسرار بقى ازاي نزود الحرق، ازاي نشغل ماكينه الحرق في جسمنا انها تحرق بدل ما تبقى يعني الحرق ده بيبقى قليل جدا. دايما بقول للناس اللي متابعيني يعني 4 قواعد مهمين، لو عملتهم كويس جدا هحرق زي يعني هتبقى مكنه احنا عايزين نبقى المكنه دي. اول حاجه اتمشى نص ساعه كل يوم زي ما احنا لسه كنا بنتكلم. مش شرط الصبح او بعد الظهر، مش هيفرق الوقت طبعا، هو في وقت افضل من وقت، بس انا بقول معلش هو ده اسلوب حياه، فيفرض ايه ما الوقت نسيبنيش المفروض الصبح. يكون افضل؟ الصبح طبعا بدري قبل الفطار ولا طبعا قبل الفطار، ده افضل وقت. اوكي. بس افرض حد مش هيقدر، حد هيتعب من المشي بدري وخصوصا لو في صيام، لا خلاص نمشي في اي وقت، المهم اتمشى كل يوم نص ساعه. تمام. اللي مش بيقدر يخرج يتمشى، في تمارين ممكن تتعمل في البيت، ماشي في المكان، لو عملوا سيرش عليها، ماشي في البيت، ماشي في المكان، ووك ات هوم. لو عملنا سيرش على الحاجات دي هنلاقي في تمارين خفيفه ينفع نعملها في البيت، دي بديل للماشي، عشان عندنا في الصعيد الستات ما بتقدرش تخرج من البيت او اغلبها ما بتقدرش تخرج من البيت، فنخلي بالنا عشان حد يقول طب انا مش هخرج يبقى مش هتمشى، لا نعمل التمارين دي هتعوض. أوكي. ماشي جيم، التمارين دي في البيت، اي حاجه. يبقى المشي رقم 1 مهم جدا. رقم 2 تنظيم مواعيد الاكل. يعني ايه؟ انا بفضل دايما زي ما انا لسه كنت بتكلم في اول الحلقه ان انا بحب اقسم على 5 وجبات. على 5 وجبات. 5 وجبات بين كل وجبه والتانيه 3 ساعات. لو ظبطت مواعيد الاكل بتاعتي معدل الحرق بتاعي هيعلى. طب ليه هيعلى لما اظبط مواعيد الاكل؟ لما بعمل كل 3 ساعات المعده بتاعتي بتفضل كل 3 ساعات، فبالتالي عمليه الهضم عندي هتتحسن، فبالتالي جسمي هيستفاد من الاكل اللي انا باكله ده، وبالتالي حرقي هيعلى. يبقى تظبيط المواعيد مهم جدا. احنا بنقسم ال5 وجبات صغيرين، ال3 وجبات الاساسيين وبينهم سناكس حاجات خفيفه. يبقى دي تاني قاعده مهمه. ثالث قاعده مهمه دي بتبقى محتاجه حد يساعدني فيها، حد اخصائي تغذيه او دكتور تغذيه، وهي كميه الاكل اللي تناسب جسمي، سواء انا عايز اتخن او عايز اثبت او عايز اخس، لان دي برضو مهمه جدا، اللي هي احنا بنسميها السعرات. كل حد فينا ليه عدد معين من السعرات اللي بيستهلكها يوميا، الكتله بتاعته بالظبط. الوزن والطول والسن والمجهود اليومي بنعمل معادله كده بتدينا عدد معين من السعرات. طيب انا باخد السعرات دي واشوف انا عايز اخس هقلل منها 500 سعر، عايزه اتخن هزود 500 سعر، عايزه اثبت هاخد سعراتي دي بالظبط، لان هي دي اللي انا بستهلكها كل يوم. جميل. فلما بظبط السعرات بتاعتي كويس حرقي بيعلى. نقطة مهمة في موضوع السعرات، عشان حد يجي يقول لي طب ما انا هاخد كل سعراتي شوكولاتة، طب انا هاخد كل سعراتي مانجا، طب ما الجسم ما استفادش. لا بالظبط. فانا الجسم محتاج نشويات، محتاج بروتين، محتاج دهون، لازم اخد نظام متوازن عشان حرقي يعلى، عشان ادي احتياج جسمي بالظبط. اوكي، نرجع ل4 نقط دول. لسه باقي نقطة رابعة. لا اتفضل. المية. شرب المية من الحاجات اللي بنهدرها او بننساها، وخصوصا في الشتاء. احنا المفروض الست بنقول في المتوسط للسيدة
3 لتر ميه في اليوم، للرجل 4 لتر ميه في اليوم، تزيد او تقل على حسب الجسم. فلما بناخد اقل من احتياج الجسم ده بيأثر على الحرق. اوكي. ال4 قواعد بقى. قلنا المشي كل يوم نص ساعه، اظبط مواعيد اكلي كل 3 ساعات صحيح. وجبه، اخد الوجبات بتاعتي او سعراتي على حسب احتياج جسمي، اشرب ميه كويس. لو عملت ال4 قواعد دول معدل الحرق بتاعي هيعلى جدا. طالما انا ما عنديش مشكله صحيه تاثر على الحرق، احنا بنتكلم عن انسان نورمال. طيب حد عنده مشكله غده او حد عنده مشكله في هرمونات او غيره، مع تظبيط الهرمونات وتظبيط الغده بيرجع طبيعي جدا جدا جدا، طالما بياخد علاجه وتحاليله مظبوطه. وهرد على النقطه بتاعت حضرتك، مفيش حاجه اسمها فوق ال40 وتحت ال40. مفيش. انا عندي ستات 60 سنه و70 سنه الحرق شغال. ممكن يكون ابطا شويه، يعني لو انا بقول المتوسط لنزول الوزن مثلا من 3 ل 5 كيلو في الشهر، لا هي ممكن توصل ل3 او 2 كيلو في الشهر. قليل قليل، بس في نفس الوقت ده انا بمشي على هيلثي لايف ستايل، نظام صحي يناسب الجسم، علشان مش بس اخس، عشان كمان ما افقدش صحتي. فدي مهمه. نقطه بقى مهمه جدا وبتقابلك، اكيد بتقابلك كتير، الناس اللي بطبيعتها بتحب الاكل، يعني دي هتعمل فيها ايه؟ حلو، بنبتدي نتحكم الاول في كذا حاجه. اولا لما ابتدي اقسم الوجبات بتاعتي في ال5 وجبات، ده انا كده قللت له كميه الاكل في الوجبه. دي نقطه، لان هو ممكن ياكل ال5 وجبات بالكميه المحترمه. بالظبط عندي ناس ممكن تاخد في الوجبه الواحده 4 5 6 رغيفه مصري في الوجبه. فده بيبقى رقم كبير. بعمل ايه في حاجه زي كده؟ بنبتدي بالتدريج نقلل. النقطة دي مهمة جدا. مفيش حاجة اسمها يلا اشوف سعراتي، طب سعراتي يعني اكل رغيف في كل وجبة وانا باكل 5، هيمشي ويسيبني. بنعمل ايه في النقطة دي؟ طيب انت بتاكل كام رغيف في الوجبة؟ 5، حلو، ينفع نخليهم الاسبوعين دول 4؟ الاسبوعين اللي وراهم ينفع نخليهم 3؟ ابتدي اقلل بالتدريج. دي من انجح الطرق اللي انا بستخدمها مع حد بياكل كتير. لكن انا لو همشي علميا هقول له هنظبط سعرات بالشكل الفلاني، مش هيعرف. مش هيقدر. وهل الجا لادويه مثلا تشبع؟ انا مش شايفها حلول صحيه. يعني حتى لو الجا لها فكره الادويه دي خالص في وقتها، يعني بناخدها لحاله تسمح بذلك. سواء حاجه بتشبع سواء حاجه بتعلي الحرق، بس احنا بنستخدمها في محلها، ولازم ابقى متابعه طبيب طبعا، عشان ما ينفعش اروح اجيب من الصيدليه يلا اديني اي دواء وخلاص، الكلام ده مش مظبوط. فاحنا بنديها في وقتها، ولكن ابتدي اشتغل تغذيه الاول، وهو ده المهم. فاللي عنده شراهه او عنده ميول انه بياكل كميات كبيره ومش عارف يتحكم من نفسه، يحط لنفسه قاعده: انا باكل 5 ترغيفه مثلا في الوجبه، لا هخليهم 4. لازم اراده، لازم تحكم. 5 من 4 مش هيجوع، بس النقطه ان انا ابتدي احس بتغيير. عايز اقول لحضرتك انا بعمل كده، ممكن كل اسبوعين بنشوف 4-5 كيلو فقد، مجرد بس ان انا قللت حاجه بسيطه من المعدل اللي انا باكله. اوكي. فده بيفرق جدا في التحكم في كميات الاكل الكبيره. تمام. حضرتك يعني قلت نقطه في النص كده عايزين ناكد عليها، لان في ناس كتيره بتتجه قوي ان هي ايه، انا عايزه اخس بس من غير ما اتعب، فبتتجه دايما على الادويه مثلا اللي بتتباع على الانترنت او الحاجات دي. حضرتك برضو ممكن تنوه لنا على قد ايه خطوره، لان في ناس كتيره يعني ماتت بسبب انها خدت ادويه زي كده. عندي ناس وصلت للمستشفى بسبب الموضوع ده. فعايزين نقول خطوره دي ايه، يعني حته ان انا اعمل دايت اعمله بشكل طبيعي وهادي، مش ان انا لا انا عايزه اخس من غير ما احس، يعني هو ده الشعار بتاع بعض الناس. يعني ده هتخس من غير ما تحس، ده الجروب بتاعي. ايوه صح، ده الجروب بتاع حضرتك. ده شعاري فعلا، ده السلوجان. طيب اولا لازم نعرف ان روشته الطبيب هي مصدر الاساسي والاوحد للدواء. يعني انا عشان اخد دواء لازم اروح لدكتور متخصص بيكتبها لي في الروشته ويجيبها. مش دماغي. بالظبط. مش واحده صاحبتي خست عليه، لا انا دي كارثه. دي كارثه، لان ممكن يناسبها مش بيناسبني. بالظبط. تاني حاجه، مفيش دواء شرعي او واخد تصريح وزاره الصحه بيتباع على النت. ليه؟ لو هيتباع على النت هيبقى موجود في الصيدليات. فكره انه يبقى موجود العلاج في الصيدليه دي حاجه بتطمني انا كدكتور. يعني انا بكتب العلاج الفلاني، العلاج ده بيبقى موجود في شركات توزيع الادويه، ده معناه انه حاصل على تصريح وزاره الصحه. هل عمرنا شفنا حد درجه حرارته عليت نتيجه سبب ما وبعد جاب مضاد حيوي من على النت؟ اشمعنى ادويه التخسيس؟ على الرغم ان ادويه التخسيس خطيره جدا، الادويه اللي بتتباع على النت بتعتمد اعتماد اساسي على ماده اسمها السيبوترامين. ماده السيبوترامين دي في قرار نزل سنه 2020 من وزاره الصحه المصريه، وكان قبلها من وزاره الصحه العالميه، انها اتحرمت دوليا لانه ليها اضرار كتير على المخ وبترفع انزيمات الكبد وحاجات دي. طب بتعمل ايه الماده دي؟ بتشتغل على الشهيه. يعني انا باخد الاقراص دي او الكبسولات دي بحس ان اليوم كله انا شبعانه مش عايزه اكل.
لما هاجي ابص على الكلام اللي انا بقوله عشان اعلي الحرق، الكلام ده يتنافى تماما. انا بقول صحيح. ناكل 5 وجبات مش نمنع اكل، الموضوع ده مش صح، لان جسمي ليه احتياج. فدي نقطه. تاني نقطه بتاثر على ضربات القلب، بتعمل اضطراب، بتعمل اكتئاب، في ناس محاولات انتحار بسبب الادويه دي، في ناس بتتعب بتدخل مستشفى. لا، ليها اضرار كتير جدا. الدواء مصدره الدكتور والصيدليه مش النت. رجاء يعني انا كويس ان احنا اتكلمنا في النقطه دي، لان انا بعاني منها جدا جدا. لا فعلا، لانها وكمان بتضر الناس كتيره جدا يا دكتور. وبعد كده انا هقول حاجه، الحاجه اللي لا تصلح انها تبقى اسلوب حياه ما نعملهاش افضل. هل انا هاخد الدواء ده طول عمري؟ لا طبعا. يبقى اعمله ليه؟ صحيح. اعمله ليه؟ لو حاجه هتساعدني الدكتور بتاعي هيديهولي بشكل يساعدني بحيث ان انا لما ابطله ما ارجعش تبقى فيه مشكله. طبعا. اوكي تمام. نصيحه اخيره بقى، عشان احنا دلوقتي بقى هننضم للجروب بتاعك، عايزين نخس من غير ما نحس، بس بشكل طبيعي من غير ادويه من الحاجات دي. نصائح بقى نهائيه لكل الناس اللي بتسمعنا. الاهم نصائح زي ما انا لسه كنت بتكلم، اعمل اسلوب حياه، اظبط اسلوب حياتي. دي من اكتر واهم الحاجات اللي لو انا فعلا اقتنعت بيها وطبقتها هوصل لنتيجة ممتازة جدا في صحتي وفي حركتي، وفي نفس الوقت لو انا عايز اخس او اتخن او غيره هلاقي تحسن في الهدف اللي انا عايز اوصله. مش مجرد بس ابقى اخس واتخن، حتى لو انا عايز اثبت وزني واحافظ على وزني واحافظ على صحتي. بشوف النقطة دي لما بنبتدي نطبق اسلوب الحياة، لكن ما استعجلش في هدفي. ايوه، هي فكره عايزه شويه صبر بس بالزبط. واراده. لو انا هبص على حد وزنه زياده قوي هيعدي ال 100 كيلو، لما بتكلم معاه انت زدت في قد ايه؟ انا ما نمتش وصحيت ولقيت نفسي زدت، انا زدت في سنين. صحيح. فمش هستنى سنين عشان اوصل لهدفي، بس في نفس الوقت محتاج صبر. انا صحيح. مش في اسبوع ولا 2 بلاقي الناس اول ما تتوزن في خلال اسبوع ما خسيتش ازعل واقلب الدنيا. لا، انت ما تخنتش الكيلو في اسبوع. على مدار سنين بزيد، فطبيعي ان الموضوع محتاج شويه وقت عشان يتظبط، ولكن في وقت اقصر كتير من اللي انا وصلت له. تنظيم اسلوب الحياه مهم جدا، ومهم ان انا احط القصه دي في دماغي عشان اعرف اوصل لها. ما حدش هيزقني عليها، ممكن حد يساعدني ان انا اوصل، ولكن ما حدش هيزقني عليها. قراري فعلا ان انا اخد القرار واشوف حد يساعدني عشان اوصل. وفي ناس كتير بالمناسبه بتقدر مجرد انا على السوشيال ميديا دلوقتي مش مخليه حاجه، فانا لو خدت النظام الصح اللي يناسبني وابتديت امشي عليه بالقواعد المظبوطه كاسلوب حياه هعرف اوصل نتيجه كويسه. والصح كمان يا دكتور مش ان انا انزل مره واحده هدر، لكن الطبيعي الصح ان انا انزل بشكل تدريجي كنزول علمي. بنقول ان ما ينفعش انزل اكتر من نص كيلو لكيلو دهون في الاسبوع. يعني انا لو هنزل نسبه دهون مش اكتر من كده. ليه؟ لان عشان انزل كيلو دهون جسمي محتاج يحرق 7700 سعر، وده رقم كبير مش قليل. طيب الناس اللي بتعمل نظام وبتخس 3 4 5 كيلو في الاسبوع ده بتنزل ايه؟ اغلبها ميه وعضلات وعناصر مهمه في الجسم احنا مش محتاجينها تنزل، مش دهون. فما افرحش ب 4 5 كيلو في الاسبوع انا بنزلهم في مقابل ان انا برجعهم اضعاف مجرد ما بسيب اللايف ستايل اللي انا ابتديت فيه. وفي الغالب اللي بيخس 4 5 كيلو في الاسبوع ده بيبقى قاطع اكل اصلا، ودي حاجه مش صحيه. فاحنا ان جنرال كده بنتكلم على ان اعدل اسلوب حياتي بشكل صح، حتى لو بالتدريج. مش لازم ابقى انا ماشي غلط واعدل نفسي 100% مره واحده، محدش بيعرف يعمل كده. ابتدي بالتدريج. مجرد التعديل بتاعي وان انا ابتديت بالتدريج هحس بالنتيجه تدريجيا لغايه لما اوصل الوزن او الهدف اللي انا عايزه. اذا كلمه السر بقى في كل اللي احنا بنقوله ده نغير اسلوب حياتك. مهم جدا. وخلي الاكل يكون صديق ليك، مش عدو كمان يبقى شرس، وكمان ممكن يأذيك في صحتك ويخليك ما تقدرش تكمل حياتك. هو الاكل صديق في كل الاحوال. بس يعني اهم حاجه ما يتقلبش يبقى يأذينا. بالظبط. يعني انا لو هعتبر صداقه الاكل بالنسبه للشخص هو الاكل صديقي في كل الاحوال. بس اختار الاكل اللي ما يضربكش من ظهرك. اختار الاكل اللي ما يطعنكش في لحظه تلاقي نفسك تعبت. هو ده اللي صديق فعلا. لكن الصداقه من وجهه نظر الاكل مش من وجهه نظري انا، ان انا من وجهه نظري كله حلو. طب جميل جدا يا دكتور. طبعا للاسف وقت حلقتنا خلص، بس استمتعنا معاك بحلقتنا النهارده. نتمنى يا رب لكل مشاهدينا، نتمنى لهم الصحه دايما والعافيه، ونتمنى دايما ان هم يحسنوا من صحتهم ويستخدموا اللايف ستايل اللي حضرتك قلت لنا عليه، يغيروه، يعملوا حاجات بسيطه ممكن يغيروا بيها. الحاجات دي هتفرق كتير جدا على صحتهم. نتمنى طبعا الفايده يا رب لكل مشاهدينا والصحه دايما. وطبعا يعني انا عايزه اشكرك في نهايه حلقتنا ان حضرتك طبعا جاي لنا من سوهاج. يعني طبعا بنشكرك جدا على المجهود والمسافه اللي حضرتك جبت لنا. نشكرك جدا دكتور بشوي، شكرا. مشاهدينا، مشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده بصراحه.
خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.